الفيديو بتاعنا النهارده فيديو التوفير، يعني هتوفري وهتدبري وهتعملي كل حاجه بايدك وهتملي بيتك بالخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في البدايه كده نسمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبسم الله. ومعايا في الحله اللي هنستخدمها النهارده بتاعتنا وانزل فيها اللهم بارك 5 كيلو من اللبن الحليب. لبن حليب طازة فريش، يعني من المكان اللي انت بتشتري منه على الحلة على طول، يعني ما يكونش معانا مغلي ولا دخل التلاجة خالص او الفريزر. احنا عايزينه لبن بلدي بخيره طازة، يعني يكون معانا فريش تماما. دسم طبعا لانه لبن جاموسي مش بقري، واكيد بنعرفه من لونه. الجاموسي بيبقى ابيض لكن البقري بيبقى لونه مصفر اصفر. علشان تطلعي باحلى نتيجة للبن الرايب اللي هنعمله مع بعض لازم تستخدمي الحلة بتاعتك تكون ألمونيوم او فخار. لو عندك طاجن فخار يا سلام، هتطلعي بافضل واحلى نتيجه من الالومنيوم او الفخار. هنا دخلته الفرن طبعا ومغطياه بالغطا وعليه فوطه. الفرن بتاعنا بيكون دافي لمده 10 دقايق قبل ما ادخل الحله خالص. بعد كده بطفي النار تماما وبيكون دافي وتمام. لازم تدفي المكان بتاعها كويس جدا، ده كانه زي الحضانه كده، لازم يكون دافي تماما. ليه اخد قد ايه معايا على ما رب كويس جدا؟ اخد بالظبط يومين 2 وكان اللهم بارك جاهز وتمام معايا. شايفين طبقه القشطه؟ بس علشان نطلع بافضل نتيجه نغطيه وندخله التلاجة، يعني كام ساعه كده هيتماسك القشطه وهنشوفها سوا مع بعض. ده كده بيكون افضل كتير علشان نطلع القشطه كويس بعيدا خالص عن اللبن الرايب. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ اللهم بارك اللهم بارك يا رب. ربنا يحميها لاصحابها ويبارك في الخير، اللهم امين. عايزه اقول لكم طبعا ان احلى الخير بيكون موجود في الشتاء، واحلى التخزين بيكون في طوبه، زي دايما ما نقول مع بعض يا حبايبي. تمام. لمنا القشطه بقى بالراحه خالص زي ما احنا ما شايفين، بعيدا عن اللبن الرايب تماما. شايفين هنا معايا اللبن الرايب اللهم بارك خاتم، مفيش اي شرش ولا ميه خالص. دي كميه القشطه اللي طلعت معانا وهنوزنها دلوقتي ونشوف طلعنا قد ايه من اللبن بتاعنا. عايزه اقول لكم كمان ان كميه اللبن كانت 5 كيلو، الكيلو ب30 جنيه يعني 150 جنيه. تعالوا بقى هنشوف مع بعض ونحسب في النهايه احنا دبرنا ايه ووفرنا ايه. تحت الحنفيه كده بعمل سرسوب ميه صغير جدا، وديت انا اخدتها من ست محترمه بتعمل الجبنه وقالت لي على المعلومه دي وانا بدات ان انا اعملها على طول. معايا هنا الحصيره اللي انا هستخدمها وبنزل باللبن الرايب زي ما احنا ما شايفين. نصيحه مني ليكم ما تقلبوهوش خالص وهو في الحله، انزلوا بيه قطعه واحده زي ما انا نزلت كده، وبعد كده وزعوها بالشكل ده على الحصيره. كده بيكون احسن كتير ومش بتفقد كمية سوائل كتير منها. تحت من الجبنة بيكون في طبق علشان الشرش اللي بينزل وهي بتتصفى طول الوقت. رشة ملح كده من على الوجه بالشكل ده، بوزع كده على كمية الجبنة رشة ملح. دي كمية الشرش اللي طلعت معايا من التصفية. بسيبها قد ايه؟ بسيبها كده متعلقة ليلة كاملة، لازم تاخد وقتها كويس جدا. لو حابة تعملي الجبنة ومش عندك الحصيرة تقدري تستخدمي مصفى وتحطي عليها شاش اللي هي قماشة تكون شفافة جدا، وتنزلي الجبنة عليها او اللي هو اللبن الرايب وتغطيها كويس جدا، وفوق منها حاجة تكون تقيلة. بعد كده هتسيبيها ليلة كاملة تصفي معاكي وتقدري ان انت تقطعيها عادي خالص. شايفين بقى معايا اللهم بارك القطعة بتاعت الجبنة عاملة ازاي؟ متماسكة وجميلة جدا. بقطع الكمية بتاعتي كلها وعلى الطبق كده ببدأ ان انا اشيل قطع الجبنة. متماسكة وجميلة جدا، عملت معايا كمية محترمة تماما. شايفين؟ اللهم بارك، يعني زبدة والله. عايزة اقول لكم ان طعمها روعة جدا. عايزة اقول لكم كمان ان طلعنا من ال5 كيلو من اللبن الحليب اللهم بارك كيلو ونص صافي من الجبنة القريش. حاجة كده في منتهى الجمال بصراحة. دي كده الجبنة بتاعتنا، وفي كام قطعة كده من على الأحرف اللي هم الصغيرين أو اللي مثلا إيه بيكونوا من الأطراف، فدول تمام جدا معانا. طبعا علشان تتماسك لازم ندخلها التلاجة شوية تمسك نفسها شوية وتبقى تمام. في البولة هنا بنزل بالشرش اللي احنا طلعناه من الجبنة القريش، طبعا ما نستغناش عنه أبدا، ده ممتاز. وهنشوف هنستخدمه في إيه كمان. نقدر نحتفظ بيه في أكياس أو برطمانات في الفريزر للمعجنات، خطير يا بنات، يعني ما نستغناش عنه أبدا ده. يلا بينا بقى نشوف اللي بعد كده هنعمل إيه. القشطة وزنها قد ايه معانا على الميزان؟ بدأت هنا ان انا اصفره وهنشوف سوا وزنها قد ايه بالظبط. عملت معايا، عايزة اقول لكم ان البولة دي 550 جرام تمام، وانا معايا هنا 1578 جرام، يعني كيلو وكام جرام كمان. شايفين معايا؟ ما شاء الله اللهم بارك، يعني طلعنا كيلو قشطة كامل. بسم الله ما شاء الله. في البولة هنا هبدأ ان انا انزله. عايزة اقول لكم كمان ان الولاد كان شالوا قطعة كده من القشطة،
اللي هي الصبحة الطازة، فانا كان عندي القطعة دي في الفريزر فاستخدمتها بديل للقطعة اللي انا اللي الولاد شالوها. تمام. بالمضرب الكهربائي بقى وابدا ان انا اخفق فيها كويس جدا. بتعملي هي امنية هنعمل مع بعض الزبدة او السمنة البلدي. يا سلام، عايزة اقول لكم بسم الله ما شاء الله هنطلع احلى قطعة زبدة بلدي تحفة جدا. نقدر نعملها بايدينا مفيش مشكلة خالص. في ناس بتعملها كمان في الخلاط بس هيكون تقيل جدا عليها. لو عندك عجان استخدميها يريحك جدا. زمان كانوا بيستخدموا حاجة كده بيودوها يمين وشمال لحد ما السمنة تفصل عن الخد خالص. لا احنا مش عندنا ده دلوقتي بقى. شايفين هنا خرزت وعملت فصلت كده معايا وبدأت تنزل الشرش بالشكل ده. اللهم بارك. كده خلاص تمام. بستبعد المضرب خالص وابدأ ان انا المها بايدي واصفي كويس جدا 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 كل الشرش اللي موجود فيها. ولو في اي سمنة كده موجودة في اي زبدة موجودة في القاع بتاع البولة ببدأ ان انا المه واصفي كويس تماما. عايزة اقول لكم هنا بقى على كمية الفرحة اللي انا كنت فرحانة بيها والولاد، وبصراحة يعني حاجة جميلة جميلة بجد يا بنات. هنا الزبدة على جنب والشرش بتاع السمنة ده لا يمكن، او الخض ده لا يمكن نستغنى عنه. ده كده لوحده سكر، يعني نستخدمه بقى في المعجنات وفي اي حاجة كده رهيب كأنك بتستخدمي سمنة بلدي طبيعي. في البرطمان كده وهحتفظ بيه برضو في الفريزر، يعني لو في التلاجة مش هيبقى وقت طويل. تمام. في المرحلة دي نقدر نحتفظ بقطعة الزبدة بتاعتنا زي ما هي كده في التلاجة او الفريزر مفيش مشكلة وناخد منها عادي خالص. عملت معانا قد ايه 636 جرام. تمام. معايا هنا في الحلة وهبدأ ان انا انزل بيها ونسيحها بقى علشان نطلع احلى سمنة بلدي واحلى مرطة يعني من اللي قلبكم يحبها. زي ما شايفين كده بسم الله ما شاء الله. هي قطعة كانت صغيرة طبعا. سيحنا السمنة كتير مع بعض قبل كده وان شاء الله اسيب لكم فيديوهات للسمنة ازاي نسيحها بكل سهولة على نار عالية في البداية لوقت ما بتسيح معانا. بعد كده بنهدي النار خالص. معلقة صغيرة من الملح، هي كمية بسيطة مش مستاهلة اكتر من كده خالص. عايزة اقول لكم بقى ان والله حرفيا كان في الوقت ده ما فيش عندي معلقة سمنة واحدة في البيت، يعني ولا سمنة بلدي ولا سمنة صناعي. يعني كانت الكمية دي بالنسبة لي منقذة جدا وكنز في البيت. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. كده كانت خلاص تمام معايا. بس عايزه اقول لكم الولاد قعدوا يقولوا لي حمريها شويه كمان يا ماما. قلت لهم يا ولاد كفايه. قالوا لي لا. فانا بصراحه سبتهم لان الكميه صغيره يعني مش هحوشها للسنه يعني. فهنشوف مع بعض دلوقتي برضو هنعمل ايه. كده صفيت السمنه لوحدها والمرطه في بوله لوحدها على جنب تاني خالص. يعني الكميه دي محترمه خالص بالنسبه لي وبصراحه ريحتها تجنن. بلدي بلدي يا جماعه. هنا معايا بقى الجبنه القريش بوريها لكم قد ايه متماسكه وجميله. انا كنت دخلتها التلاجة حوالي نص ساعه على ما سيحت معاكم السمنه. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله القطعه محترمه جدا. عملت معايا العلبه اللي احنا شايفينها مع بعض دي وكمان الطبق الفويل ده تمام جدا معانا. تعالوا بقى نعمل مع بعض محلول كده للجبنه نحفظه فيها الشرش اللي احنا طلعناه من الجبنه. معاه شويه من الملح، انا زودت ملح تاني، وكيس من اللبن البودر اللي هو الحليب البودر اللي هو اللي احنا بنشتريه من المحلات. وبدوب كويس جدا. عايزه اقول لكم المحلول ده حلو قوي مع الجبنه القريش مع الجبنه كده. وهضيف الاول كده الشطه اللي احنا متعودين عليها، ومعانا كده الشرش بقى ننزل بيه عليها كده. يا سلام. الباقي اللي معايا ده انا هحتفظ بيه في كيس في الفريزر وقت ما اعمل معجنات. ده هيكون احلى حاجه معايا. وندخل علبة الجبنة التلاجة، لكن طبق الجبنة غطيه بالفويل واحفظه في الفريزر. السمنة بتاعتنا كده بعد ما بردت كان تقريبا تاني يوم. شايفين بقى الترميلة واللون، وعايزة اقول لكم فظيع. اللهم بارك. الف هنا وصحة يا رب لكل اللي شاف وكل اللي اكل. وتسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. اللهم امين. دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل ان شاء الله. بوريكم هنا السمنة تحفة. المرطة خطيرة طبعا بتخلص في وقتها دي ما بتستناش. ومعانا ده الشرش بتاع الجبنة وبتاع القشطة والسمنة وكمان الجبنة القريش طبعا. دي كده بقى معايا الكمية بتاعتي اللهم بارك. المرطة بتاعت السمنة اللي انا بخزنها من السنة للسنة زي ما انتم عارفين دايما معايا. طبعا لازم تكون تسويتها محترمة ومظبوطة جدا. جات لي الكمية فطبعا بسيحها وبخلصها وفي البرطمان بحتفظ بيها. اللهم بارك دول 4 كيلو. اللهم زد وبارك يا رب. طبعا نقدر نخليها سمنة بلدي بس او خليط ما بين النباتين والبلدي عادي خالص. تمام. وده كده فيديو النهاردة حبايبي. اتمنى يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم.